بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مبدئيا اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان نوصل لأكبر عدد إن شاء الله. كلامنا النهاردة عن 5 جنيه البنك الأهلي المصري الشهيرة ب5 جنيه توت عنخ آمون اللي قدامك دي اهي. شوف شكلها يا باشا اهي. ده الظهر بتاعها، ده الظهر بتاعها اهي. نقربها لك من هنا ومن هنا عشان ايه تبقى انت ايه في الصورة. ده عليها صورة توت عنخ آمون ومكتوب عليها البنك الأهلي المصري اهو، والإصدار بتاعها 1959 اهي. 12 يوليو 1959. 5 جنيه البنك الأهلي المصري اهي. دي ورقة اهي إصدارها 1959، ودي ورقة إصدارها 1958، ودي ورقة إصدارها 1960. كل حاجة ولها سعر هقولك عليهم دلوقتي. دي طبعا عليها كتابة اهي. دي طبعا عليها كتابة، ده ينزل من سعرها الأرض. ده الكتابة دي تنزل من سعرها الأرض، تخسف بتمنها الأرض طالما مكتوب عليها. طالما مكتوب عليها يبقى انسى ان هي تجيب سعر عالي، تجيب سعر أقل. دي فيها قطع اهي، برضو القطع اهو اهو، قطع اهو يا باشا ينزل من سعرها. دي الورقة التالتة اهي، حالتها حلوة كويسة، حالتها 100 اهي، يعلي من سعرها. شفت انت بقى الفرق بين التلاتة؟ 2 متقطعين ومكتوب عليهم ينزل من سعره، واحدة سليمة ومية مية وعشرة على 10 يعلي من سعرها. طب السعر بقى، نتكلم على السعر. بص يا باشا، دي قلنا ايه سليمة وتمام التمام ومفيهاش أي مشكلة، فدي سعرها هيعمل 150 جنيه. 150 جنيه على بنفس الحالة كده. دي عشان عليها الكتابة سعرها هيعمل 70 جنيه. ليه يا عم 70 جنيه؟ عشان ما يبقاش مكتوب عليه أي كتابة بتخسف بتمن العملة الأرض. دي هتعمل 85 جنيه. ليه؟ عشان القطع اللي فيها ده. فدي 85، دي 70، دي تعمل 150 عشان جديدة وحالتها كويسة. لو حالتها بقى أنصر زيرو ما اتلمستش زيرو تعمل 400 جنيه. زيرو تعمل 400 جنيه. ولو رقم مميز تخش في 500. رقم مميز ده الرقم يبقى مميز، بدل 6 8 10 يبقى مثلا كلها ستات، كلها تمانيات، كلها وحايد، كلها تسعات، أي رقم يبقى كل الرقم شبه بعضه، أرقام كلها شبه بعضها. ده يعلي من سعرها وتوصل لمبلغ عالي أكتر من 500 جنيه. كل حاجة ولها سعر، كل حاجة ولها قيمتها. قلنا دي تعمل 150 جنيه عشان حالتها يعني اهي. قلنا دي عشان الكتابة هتعمل 70 جنيه، ودي عشان القطع تعمل 85 جنيه. فكل حالة ولها سعر. طول ما الورقة نظيفة قدامك ده يعلي من سعرها. الورقة متقطعة متبهدلة ينزل بسعرها الأرض. فكل حاجة على حسب الحالة بتاعتها. أماكن البيع بقى والشراء
زي ما قلنا قبل كده، جروبات الفيسبوك اكتر حاجة عليها بيع وشراء هي جروبات الفيسبوك. تخش تشترك في اي جروب من الفيسبوك ده وتعرض ما عليه العملات اللي معاك، وتبيع وتشتري على جروبات الفيسبوك. مش عاوز الفيسبوك فيه المواقع زي امازون، ايباي، وليكس، السوق المفتوح، علي بابا. كل دي اماكن برضو تقدر تشتري وتبيع عليها عملتك. وعاوز تشتري برضو تشتري منها. الناس بتبيع وتشتري من على المواقع دي. في الأسواق اللي موجودة في كل المحافظات. سوق ديانة في القاهرة بيبقى موجود كل يوم سبت. كل يوم سبت السوق ده موجود. اسكندرية في محطة مصر، المنصورة، في كل محافظة في أسواق للعملات القديمة الناس بتبيع وتشتري من عليها. المهم البيع والشراء يكون لحاجة نادرة. متجيبش أي حاجة كده وتروح تبيعها. مش أي حاجة بتتباع وأي حاجة بتجيب فلوس. كل حالة، كل ورقة ولها سعر. طول ما الورقة نادرة ومش موجودة، وانت اعمل بحث ودور واعرف ايه النادر وايه اللي مش نادر. شوف فيديوهات هنا وشوف فيديوهات من هنا وانت تعرف ايه النادر وايه المطلوب. خش على البحث واكتب في البحث الحاجات النادرة هتظهر لك. لو معاك حاجة منها هتقدر تبيع، ما معاكش خلاص. فكل حاجة ولها سعر، كل حالة ولها تمن. خمسات اللي انا قلت لك عليها دي اللي قدامك دي، قلنا دي هتعمل 85 جنيه، وقلنا دي تعمل 150 جنيه، وقلنا دي 70 جنيه عشان القطع اللي فيها. كل حالة ولها سعر، كل حالة ولها سعر. وانت اما تيجي تبيع بقى او تشتري، بيع الحاجة النادرة، مش اي حاجة تتباع. والاسواق موجودة والمواقع موجودة وجروبات الفيسبوك. ممكن لو انت معاك اي عملة زي دي مثلا وحالتها كويسة وحالة 10/10، تقدر تخش بيها مزاد على الفيسبوك. الناس بتعمل مزادات وتبيع، وفي ناس بتشتري كتير، وفي ناس حاطة أرقامها على الفيسبوك. تقدر تشتري ويقول لك فلان لشراء العملات، فلان لشراء العملات، وموجود رقمه. تقدر تبيع للناس دي، أو تقدر تخش المزادات اللي موجودة على الفيسبوك، تحط عملتك وتكتب سعر. الناس بتخش تعمل مزاد لغاية أما أنت توصل للسعر الكويس اللي يناسبك، وتبيع في المزادات دي. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة، وانتظرونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.